ناس كتير اجتهدت واتكلمت على حسين الشحات. قال لك حسين الشحات جدد، هيجدد، هيكمل، مش هيكمل، قاعد ماشي. الخبر الفصل النهائي: حسين الشحات جاله عرض ب2.5 مليون دولار. حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جاله عرض بقيمة 2.5 مليون دولار. الخبر ده نقلا عن لا، خبر سليم 100%. 2.5 مليون دولار، يعني أكتر من زيزو في نادي الزمالك، اللي هو انتقل من نادي الزمالك لنادي الأهلي. 2.5 مليون دولار عرض لحسين الشحات من أحد الأندية. هو عنده عرضين، ده واحد منهم. طيب، حد كلم حسين الشحات؟ محدش كلمه. حد قال له يا ابني هتفضل معانا؟ محدش قال له. حد قال له يا ابني انت معانا بقالك 7 سنين وضحيت وعملت وانجزت وعملت حاجه حلوه؟ محدش قال له حاجه. طيب، حسين الشحات عايز يمشي؟ عايز يمشي. لو النادي الاهلي ما قدروش وما قدرش الوقت اللي قعد معاه حسين الشحات والعطاءات اللي عملها حسين الشحات. حسين الشحات بيلعب تمام، حسين الشحات مركون على الرف مركون، حسين الشحات انزل الحقنا بيلحقنا. يعني هو في الفترة الأخيرة كان سوبرمان المنقذ للنادي الأهلي في أشياء كتير. عمل بطولات، عمل، جاب أفريقيا، جاب، لعب كأس عالم الأندية، لعب، كسبك ماتشات أهلي والزمالك، حصل بجدارة. طيب، إيه بقى السيناريو؟ ما في ناس قال لك ده حسين الشحات جدد 2 سنين. مفيش. حد قاعد معاه؟ مفيش. طيب، رغبة حسين الشحات إيه؟ أنا قلت لك عايز يمشي لو ما لقاش تقدير، لكن رغبته بقى إيه؟ إن هو يكمل في النادي الأهلي، عايز يقعد في النادي الأهلي، ولكن بتقدير مالي يليق. أنا كل كلمة بقولها لك ما تراجعش 100%، مش 99.5، مش نقلا عن، مش من كده. حسين الشحات عايز يقعد في النادي الأهلي، حسين الشحات عايز يكمل النادي الأهلي، حسين الشحات أهلاوي، حسين الشحات بيحب النادي الأهلي، لكن يتم تقدير حسين الشحات لعطاءاته مع النادي الأهلي. ده رأي حسين الشحات، ودي وجهة نظر حسين الشحات. لكن تلقى عرض ب 2.5 مليون دولار في الموسم. هل الأهلي هيديله الرقم ده؟ لا طبعا، لكن يتم تقديره. السلام عليكم. طب نعمل ايه يعني يا جماعة؟ احنا مش قلنا 100 مرة ليه شوية الهجاصين والأونطاجية والبلطجية اللي زي مهيب واشكاله ان الاهلي مش هيتكلم؟ نحلف لكم بالمصحف، نحلف لك بالطلاق ان الاهلي مش هيتكلم في الحاجات دي الا في نهاية الموسم. مش قلنا الاهلي مش هيفتح اي مواضيع تجديد ولا تعاقد ولا صفقات ولا عفريت ازرق ولا ترضيات الا لما الموسم يخلص؟ ايه الهدف دلوقتي؟ يعني انت دلوقتي طالع بخبر ان حسين الشحات جاله 2. طب مين النادي اللي دافع في حسين الشحات 2.5 مليون دولار؟ يعني حوالي 127 بسعر الدولار مليون جنيه. مين هو النادي؟ وبعدين يا سيدي، هو انت بتقول ان حسين الشحات رغبته في الاهلي ومتشرط ان هو ياخد المبلغ ده. هو انتوا عالم بهايم؟ ايه الهدف يعني؟ الاهلي عامل لكم حرقان جامد لحد دلوقتي. طيب مفيش مشكله، انا بقول لك بقى الزمالك هيتغلب في الكونفدراليه، انا بقول لك الزمالك مش هياخد الكونفدراليه، واخدها على قفاك يقرع انت وهو، وكل الهاتش اللي بتهتشوه ده مش هيحصل.
اول حاجه حسين الشحات هيكمل في الاهلي. انا بقول لك الاهلي ما فتحش اي حوارات ولا تجديد ولا كلام خالص، قرار رسمي من الاداره ما فيش الا بعد انتهاء المباراه اللي فاضله. بعد كده نقعد ونشوف مين هيكمل ومين هيقعد. وكمان الاهلي ما عندوش مشكله في رحيل اي لاعب لو جاب عقد. اللاعب اللي هو عقده هينتهي الاهلي هيقعد معاه، وحسب احتياج الفريق وحسب التقدير اللي يشوفه الاهلي يتم تقديره. واللي مش عاجبه التقدير وعنده باب تاني عايز يروحه مفيش مشكله، يتفضل اهلا وسهلا. لكن حسين الشحات انا بقول لك ما عندوش اي مشكله في التجديد النادي الاهلي. قعدتوا تزيطوا على امام عاشور فتره كبيره، وطلع الواد الحرام اللي اسمه ادم وطني بتاعكم يقول لك ايه، امام عاشور هيمشي من الاهلي. الراجل لسه باقي له عقد سنتين ويقول لك امام عاشور هيمشي من الاهلي. طب ما هو باقي له عقد سنتين، يعني هيمشي ازاي؟ يعني هيطفش يعني مثلا؟ هيعمل ايه يعني؟ مش فاهم يعني. والاخر طلع ان امام عاشور مظبط مع اداره النادي الاهلي على كل حاجه وموافق على التجديد، ومفيش اي مشكله خالص بين امام عاشور وبين اداره النادي الاهلي. وبالمناسبه هو وكيل امام عاشور هو ابوه، مش الواد اللي هو ادم مش وطني ولا عنده اي وطنيه ده نهائي، اللي مزقوق من عصابه جون ادوار ومحمد العاصي والشله الصايعه دي اللي هي مفكره ان هي ممكن تاثر في النادي الاهلي. اشغلوا نفسكم بمشاكل الزمالك وخليكم في الكونفدراليه. احنا عندكم مناسبه حلوه، العيد القومي للكونفدراليه اليومين دول، فخليكم في الكونفدراليه. شوفوا الاتحاد الافريقي عشان ممكن يديكوا على قفاكم عشان التذاكر، زي ما حصل في البطوله اللي كانت مع نهضه بركان من سنتين لما احمد سليمان خطف الكاس وجري والعيال حدفوه بالطوب وجابوه منه، وكانت فضيحه يعني. ووزير الرياضه اللي كان ماسك في الوقت ده زقوه وضربوه علقه. فيعني خليكم في مشاكل الزمالك، انتوا مشاكل الزمالك كتير وعندكم 66 ايقاف قيد. بلاش دعوه، مالكش دعوه بالاهلي، خليك بعيد عن الاهلي. الاهلي هيعرف يحل مشاكله، كان عنده مشاكل هيعرف يحلها مفيش مشكله خالص. واحنا الموسم ده مريحين وسايبينها بقى ليكم الملعب اهو، انتوا خدوا بقى الكونفدراليه وخدوا الدوري مفيش مشكله يعني خالص. من السنه الجايه كل حلها ربنا، احنا بنريح السنه دي ما عندناش مشكله، احنا مش مستعجلين، مش عايزين ناخد السنه دي لا دوري ولا كونفدراليه ولا اي حاجه خالص، احنا عندنا راحه الاسبوع السنه دي. اما يطلع كل واحد عشان يعمل ترند في البرنامج يقوم هابش اسم الاهلي في اي كلمه، اي كلمه يجيب مره امام عاشور، مره حسين الشحات، مره سيد عبد الحفيظ. المهم ما هو لو ما عملش كده محدش هيشوفه، لازم ندخل اسم الاهلي في جمله. انتوا مش عاملين حفله بقالكم كام يوم ودعم الزمالك ومش دعم الزمالك، خلاص خليك في دعم الزمالك وارحمنا ومالكش دعوه بالاهلي.